بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. صدق الله العظيم. الجبل الأخضر هبة الله الخضراء، جنة وسط الصحاري القاحلة. الجبل هذه الطبيعة الخلابة، شجيراتها المتنوعة وزهورها البرية امتزجت معا فكونت تلك الفسيفساء الساحرة. حاكاه الفنانون وتغنى به الشعراء وعشقه الرومانسيون. ما كيف الجبل كيف ربيع دايم خضر، وفوق من كل توصيف حسنه يزهي النظر. وايام الكفاح معروف بشيخ الجهاد عمر، اللي عاش عمره عفيف وصنديد ما يهاب الخطر. يمتد الجبل الأخضر مطلا على الساحل بطول يبلغ 250 كيلومترا، وبعرض يبلغ 50 كيلومترا. غطاؤه النباتي متنوع، لكن أشجار العرعر والبطوم والشماري تشكل النسبة الأعلى فيه. تسقط الأمطار على الجبل الأخضر في موسم الشتاء بسبب هبوب الرياح الغربية المشبعة ببخار الماء، حيث يصل معدل سقوطها السنوي إلى 600 ملم، مما يعطي الفرصة ويهيئ الظروف لتتدفق العيون وتتفجر الينابيع. عين بوشمال واحدة من أشهر العيون التاريخية في المنطقة، تقع إلى الجنوب الشرقي لمدينة القبة. مياهها نقية وغزيرة، تمر عليها قوافل الحجاج المغاربة، حيث ذكرها الرحالة المغربي محمد العبدري البلنسي في القرن السابع الهجري، حين قال: هي على الطريق الوسطى بين طريق الغابة وطريق القبلة إلى جهة الشمال، وهي عين غزيرة بيضاء عذبة. وفي موضع آخر يقول عنها العبدري: سألت أعرابيا عن ماء يقال له أبا شمال، هل نمر عليه؟ فقال: تطؤون أبا شمال، وأثبت النون في الفعل، وهي عربية سليمة. ولا زالت عين بوشمال تتدفق حتى الآن. نبع أبولو هنا على هذه العين الواقعة بمدينة شحات القديمة تختلط الأسطورة بالحقيقة. في هذا المكان شاهد الإله الإغريقي أبولو الحورية قوريني تصرع أسدا فأعجب بها وبشجاعتها، لذا قرر أن يتزوجها. تزوج الإله أبولو قوريني وزفها في عربته الذهبية التي يقودها سرب من طيور الأوز، ثم بنى لها مدينة تحمل اسمها على هذا النبع، لا زالت قائمة حتى اليوم، وهي مدينة قوريني. ولا زال نبع أبولو يتدفق منذ 3000 عام. عين ستوة تعتبر عين ستوة واحدة من أشهر الينابيع وأكثرها غزارة. يقع منبع العين في وادي ستوة شمال منطقة لملودة بضواحي القبة. بالرغم من غزارة مياه هذه العين، إلا أنها تذهب هدرا دون أن تستغل.
ونظرا لوعورة تضاريس المنطقة الواقعة فيها العين، فإن نسبة قليلة من الناس يستطيعون الوصول إليها، خاصة في جزئها الشمالي الأكثر روعة وجمالا. خرير مياهها المتدفقة يجعلها أكثر من نبع ماء، إنها نهر صغير ينساب في الخفاء لتبتلعه الأرض من جديد. أكثر من 200 عين من المياه العذبة تنساب في أودية الجبل الأخضر. هذه العيون عاش عليها الإنسان منذ آلاف السنين. إنها مكملة للمشهد الجمالي للغابات والأودية والسهول، وتشكل واحدا من أبرز عوامل الجذب السياحي لعشاق الطبيعة وزوارها من مختلف مناطق ليبيا وخارجها. عبث الإنسان بالطبيعة بالرعي الجائر وتجريف المناطق الخضراء والحرائق ألد أعداء البيئة. لحق هذا العبث أيضا بعيون المياه، فجف الكثير منها بسبب استنزاف المياه الجوفية وحفر الآبار بطريقة عشوائية وغير مدروسة. لكن الأمل يحدونا ونحن نتطلع إلى بناء دولة عصرية، أن نلتفت بجدية نحو هذه الثروة الطبيعية ونوليها الاهتمام الذي تستحق، ونعالج ما قد وصلت إليه من حال، لأننا بذلك سنعيد إلى هذا الجبل بريقه الذي خبأ واندثر لعقود، بعد أن كان مصدرا من مصادر معيشة الإنسان عبر العصور. كل الحضارات التي قامت في منطقة الجبل الأخضر، من الحضارة الإغريقية إلى الحضارة البطلمية إلى الرومان ثم البيزنطيين، عرفوا أهمية هذه المصادر واستغلوها أفضل استغلال، ولا زالت بقايا قنواتهم شاهدا حتى اليوم. ولعل من أشهرها قناة الصفصاف، وقناة عين كرسة، وعين سرسرة، وغيرها من العيون. عين مرقس تقع في الوادي المسمى بنفس الاسم بين بلدتي رأس الهلال والأثرون على ساحل المتوسط. هنا وعلى هذا النبع بنى القديس مرقس الإنجيلي أول كنيسة، حيث تلقى تعاليم الدين المسيحي على يد السيد المسيح عليه السلام في بيت المقدس، ثم عاد ليبشر بالدين الجديد وسط الوثنية المتجددة في شمال إفريقيا. على هذا النبع أقام القديس غرفة التعميد التي لا تزال بقاياها شاهدة. من هذا المقر وعلى مشهد من هذه العيون نقل القديس مرقس رسالة المسيح إلى العالم الأوروبي، وبقيت عيون المياه تتدفق من بعده حتى الآن. شلالات رأس الهلال واحدة من أجمل المواقع بالجبل الأخضر وأكثرها شهرة. تنسب هذه الشلالات إلى قرية رأس الهلال الواقعة تحت الشلال مباشرة. عرفت رأس الهلال في العصور القديمة باسم ناوستاثموس، أي ملاذ البحارة. شلال رأس الهلال الساحر جذب العديد من السياح ومحبي الطبيعة، حتى أن الحاكم الإيطالي خلال فترة الاستعمار المارشال بالبو أعجب بالمكان، فأمر ببناء استراحة بين المسقطين للشلال لا تزال آثارها باقية حتى الآن. شلال درنة لعله أكثر شهرة، رمز المدينة النابض بالحياة، ملهم الفنانين والشعراء، وحارس مدينة درنة وحاميها من العطش. حين يتدفق الشلال تنام المدينة على أنغامه
وترمي بأحزانها على ضفاف واديها الذي تحتضنه، حيث يتدفق فيه الشلال فتفوح روائح النسر والياسمين، وتعطي تربة الوادي الخصبة أشهى أنواع الرمان الدرناوي المتميز. ملايين من الأمتار المكعبة من المياه العذبة تذهب هدرا كل لحظة، ولم تجد هذه الثروة ذلك الاهتمام اللازم خلال الحكم السابق فتركها مهملة. لقد استغل الإيطاليون إبان استعمارهم لهذه الأرض هذه المصادر أيما استغلال، حيث رمموا العيون وبنوا الصهاريج وأقاموا الحراسات على مصادر المياه، وهددوا بالجزاء والعنيف من يعبث بها ويعرضها للائتلاف. وكما أسلفنا أملنا كبير، فأن تعي الدولة الليبية الجديدة أهمية هذه المصادر وتوليها الاهتمام وتستغلها خير استغلال، حيث أن حسن الاستغلال لهذه المصادر سيعطي الجبل زخما آخر في كافة المجالات الاقتصادية والسياحية.